تعرف عليك؟ عبد الله العارف الصادق عبد المجيد. استاذ عبد الله، قول لي ايه المشكله اللي بتعاني منها هنا في منطقه ترعه التوفيق؟ الكهرباء والميه والمجاري، زي ما انت شايف الدنيا بايظه، والكابينه ولعت الساعه 5. يعني كانت لو في حد دلوقتي كان يعني زمان اتفجرت لو ما لحقناش وصلنا من على العموم من بره. هل كان في اتصال مباشر مع الجهات كذا المختصه؟ مره ما فيش. ليلة ما رحنا نحن ورحنا بلغنا كلنا مجموعة كده، ورحنا مبلغين. والله ما يعني هم لسه ما حدش رد إلا ما رحنا مرة ثانية. تمام. عدد الساعات اللي اتقطع فيها التيار الكهربي النهارده؟ يعني من الساعة 5 لحد دلوقتي. من الساعة 5 لحد دلوقتي الساعة 11. وهل ترى ان في تقصير من قبل الحكومه؟ من الحكومة طبعا. طبعا. وضح لي ازاي. زي في اهمال كابلات باينة على وش الارض، غير الميه بتيجي عليها وبتبوظها. طبعا بتعمل الناس عربيات معديه وبنادين وكله. طب انا ماشي. نتعرف عليك؟ علاء النجار. علاء، قول لي انت واقف هنا ليه النهارده كده؟ واقف ليه؟ عشان الكهرباء اللي اتضربت النهارده اهمال من الحكومه. حضرتك لو بصيت على الكهرباء كده هتلاقي اكتر من 25 كابل نازلين على عمارتين، على 3-4 شوارع. لو خدتك ووديتك على 5-6 شوارع ورا هتلاقي النور قاطع بهدف حاجه واحده، ان العماره فيها 7-8 ادوار ومشيها على كابل واحد. ده يرضي ربنا؟ تعالى اوريك كده الكابل اللي في الارض، كابل باين ينفع يرضي ربنا لو عايز صغير ولا كابل عريان؟ لو كابل عريان تعالى اوريك حضرتك لو كابل عريان. تمام. لو كابل عريان وعايز صغير يعني ماشي في الشارع وكابل يعني عريان يكهربوا ويبهدلوا، يرضي مين؟ يرضي مين حضرتك اهو؟ يرضي مين ده؟ ده لو مقطوع ولا عربيه وبيدوس عليه وبيدهش عليه، يرضي مين ده يا جدعان؟ ما يرضيش ربنا. تعالى وادي كمان كابل اهو. ده يرضي ربنا؟ لو يرضي ربنا بحق اهو. ده كابل، ادي ده كابل. لو تيجي حضرتك بقى تبص كده على الكابلات الكهرباء، بص على الكابينه. تعالى اوري حضرتك الكابينه علشان تعرف اهمال الحكومه، اهمال بلدنا. دي لو بتحصل في دول بره، دول عربيه ولا دول اجنبيه، والله العظيم 3 ما هيحاولوا حتى يفكروا. يا راجل ده بره بيفكروا قبل ما يعني كل سنه بيغيروا كابلات كل سنه. تعالى اوري حضرتك. تعالى اوري حضرتك. وكما نرى في الفيديو إحدى الكابلات الموصلة للكهرباء في الشارع، ومما يعرض حياة المواطنين لأخطار عديدة. كلمة أحب أوجهها للحكومة، أنا أقول لهم اعتنوا بالشعب، اعتنوا بينا. حماده سيد عبد الله. استاذ حماده، قول لي يعني بخصوص انقطاع التيار الكهربي النهارده، عايزين نعرف الوقت انقطاع الكهرباء كان في قد ايه؟ كانت من الساعه كام؟ 5. هل كان في اتصال مع الجهات المختصه؟ عندي واحد جاري فوق اتصل قال له جماعة الخطوط مشغولة، الخط الساخن جماعة الخطوط مشغولة، تلقي شكاوي. الساعة 5 جماعة الخطوط تلقى شكاوي. المفروض يكون في طوارئ الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 تيجي تشتغل. رحنا هنا قربت الشبكات، قال لك على الموظفين على ما يجوا الساعة يشتغلوا على الساعة 8-10 يكونوا عندكم شغالين. تمام. الكهرباء زادت الضعف. يعني كان انا كنت بدفع 21 جنيه، بقيت ادفع 50 جنيه. ولا عندي تكييف ولا عندي كمبيوتر. بدفع 50 جنيه. المفروض بقى تزودت عندي الحاجة اديني خدمة بقى. زودت عليها الكهرباء اديني خدمة. زودت عليها المية بقى لها حوالي دلوقتي اسبوع بالظبط. انما الجمعة اللي قبل اللي فاتت جمعة السبت حد جت يوم الاثنين 3 4 خميس لغاية دلوقتي مفيش قصة مية. انت لو شفت شكلنا كده يعني لا مؤاخذة، يعني الصومال اللي بيقولوا عليها جهلة مش لاقيين يشربوا، انت تشوف كده الشارع كده تلاقي عدل. انا مالين جراكن، انا موظف في مصر الكهرباء. استاذ محمد، قول لي اهم المشاكل اللي بتعاني منها في الشارع المصري، وبالاخص في منطقه ترعه التوفيق. والله كل حاجه بنعاني منها، الكهرباء بنعاني منها، الميه بنعاني منها،
وزياده الاسعار بنعاني منها كل حاجه يعني، مش عارف الواحد يتكلم يقول ايه. تمام. والمشكله الظروف يعني مع الناس. هل توجد مشاكل انقطاع المياه؟ طبعا مفيش اصلا عشان نجيب ميه كده من اخر الشارع، نفضل بقى احنا رايحين جايين كل شويه بقى الواحد يشرب، مش عارف يشرب ميه موتور يعني ولا ايه. تقول لي يعني كلمني عن مشكله الميه هنا في المنطقه. دي اكتر بالنسبه لي مش لاقيين براحتنا حلوه مش رافع خالص. دي اكتر من 3 ايام بنجيب من الشغل المهاجرين بنجيب ناس اي حاجه بنجيب منهم مش لاقيين خالص. تمام. طيب يعني الميه ما بتجيش خالص طول اليوم؟ مش لما تيجي خالص ولا طول اليوم ولا بالليل خالص، الماء مش اللي شغال على طول، ميه الترومبه اللي شغال. تمام. مفيش ميه حلو خالص. بنجيب ميه من الشغل بنعدي الناحيه الثانيه من ال 40 نجيب ميه، لكن مفيش ميه خالص شغال. تمام. هي المية هنا اهوت ما بتجيش غير في الفترات قليلة، وبعد كده المية واخد بالك ايه، الناس كلها دلوقتي بتشتري مية من بره. تمام. يعني مشكلة المية دي مشكلة عامة على المنطقة كلها. كل الناس هنا بتعاني من المية، من مشكلة المية. هل في شكاوي اتقدمت؟ وحاليا يعني ناس راحت قدمت وفي ناس لسه بتقدم، لان يعتبر الضغط زاد على المرحله الثانيه. الماء قبل كده اي مسؤول بتروح يقول لك حاضر حاضر حاضر، لان ما فيش رد حصل، لان ضغط الماء ده اساسا من ساعه ما خرجت المنطقه هنا كله ايه. تمام. عشان ممنوع عندناش ولا ميه، وحاليا دلوقتي كهرباء يا جماعه. ما عندناش ميه ولا كهرباء. الصبح كانت ديت بتفرقع هنا في المنطقه، كانت بتفرقع 122 ما بتردش، 121 ما بتردش. المطافي طالعه من غير اذن، بيقول لك احنا المفروض لازم نطلع باذن من المدير بتاعنا. جاي هنا وبيتدلع يقول لك انا اجيب لكم الجيش واجيب لكم الشرطه وما اعرفش ايه، ويقول لك انا مش هطلع بتاع دوت، انتوا جايين تحتجزوني هنا، يعمل لنا محضر، مش عايز يعمل لنا اي حاجه. الناس هنا عايشه كانها مش بني ادمين، مش بني ادمين، ولا في ميه ولا في مقطع كهرباء. هو دلوقتي الحمد لله المحافظ الساده المسؤولين اللي هم قائمين على الاعمال نفسها، شبكه الميه، مهندسين الميه، مهندسين الكهرباء، كل الناس دي مشتاقه في المنطقه. العيش، الميه، المجاري. في كابل عندنا هناك عريان. انا كل ما احط عليه تراب ينزل تاني، كل ما عايز عشان تبع اهمال في المنطقه كامل، مش معترفين بالبني ادمين نهائي. كابلات زي ما انت شايف، الميه مفيش ميه حلوه، الناس بتعاني من الميه الحلوه، حتى الميه الوحشه مش موجوده عند الناس، فطبعا مش معترفين بيها. الكهرباء بتيجي غاليه، الزباله بتيجي على الكهرباء، مفيش حد بيجي يلم زباله. طبعا انت شفت الكهرباء، شفت الكابلات، مفيش معترفين بني ادمين نهائي. يعني بصوا لها بنفس الرحمه، بصوا لها ان في بني ادمين عايشه هنا. مش لاقيين ميه، ما عندناش ميه، الميه حلوه على طول مقطوعه. ولا في ميه، لا نشرب ولا نطبخ ولا نشرب ولا اي حاجه. حضرتك من سكان منطقه ترعه الكهربائيه؟ الطالب انا قاعده فيه، الناس كلها بتطلع في المنطقه داخل محافظه مش قاعدين نشوف الميه من الناحيه الثانيه، اما الناحيه دي كلها ما فيهاش ميه. ما عندناش نقدر نطلع ميه، مش عندهم الزراعه. مدام منى قولي لي مشكلتك ايه في منطقه ترعه الكهربائيه؟ مشكلتنا ميه، احنا كده لا عارفين نعمل اكل ولا شرب ولا اي حاجه ولا نحكي، حاجتنا كلها عسكريه. الدنيا رمضان الناس دي هتموت من العطش، حرام ان الناس في الجو الحر ده. هنروح فين طيب؟ هنعمل ايه؟ احنا كده يا اما تموت ولا في ميه في المنطقه كلها. ناحيتنا من كده تبع الالويه، مش لاقيين حد يدينا ميه خالص. هنجيب منين ميه؟ نروح لنا من الناحيه الثانيه، الناس مش بترد تملانا. مدام سيدة مصطفى مدرسة ثانوي. احنا فينا بعد حتى ما نمناش، كان قرب بعد الفجر كده حوالي 6:30 6 الا ربع 5:30 6 الا ربع بالكثير، دخان وريحة فرقعة. انا تخيلت ان العمارة بتاعتي هي اللي بتولع. بصينا من الشباك لقينا شباك الكهرباء دي عمالة تعمل نار
خضينا لبسنا ونزلنا، حتى احنا مش عارفه نزلنا ازاي، نزلنا احنا والناس واللي يصوت واللي يعمل، والرجاله اتلمت من الشوارع وحاولوا يطفوا فيها، طبعا ما احناش عارفين يطفوا ازاي، يطفوا بميه ولا يطفوا لحد ما حد من الشباب هنا طفى برمله، وفين عقبال ما جت سياره المطافي وجاي يعني خلاص هو ما لقاش حاجه وعايز ياخد بعضه ويمشي، احنا اللي ازعجنا السلطان. عايز يعمل لنا بحر. يعني يبقى العيب فينا، هي دي شقه، لو شقتي انا اتحمل شقتي، لما شقتي يحصل لها حاجه انا اتحملها، لكن كبري زي ده مش اول مره، يعني موضوع الكبري ده مش بس مش بالبشاعه دي، مش بالمنظر ده، واتكلمنا قبل كده وقلنا وما حدش ولا حياه لمن تنادي. يعني في هناك تقصير من الجهات المسؤولة؟ طبعا المنطقه متأثرة من كل حاجه، كأننا مش على الخريطه. طب هل في أي بلاغات تمت للجهات المختصة؟ قبل كده هو مرة، لكن بعد كده لا، كانوا هم المفروض اللي يداوموا. انا واحده بدفع فاتوره الكهرباء، مسؤوله عن شقتي، مش مسؤوله عن اللي في الشارع. الكابل ده ما يخصنيش، لكن يخصني شقتي. التأثير مني لما اكون شقتي، لما اكون من بره بالكابل زي دوت. حضرتك المنطقه شوف كام شارع متأثر بالكابل دوت، مين مالهم في الشارع؟ هم حد لهم عليهم حاجه؟ اولا دي فتره نوم، يعني الناس لسه مخلصه صلاه الفجر وده طالعه تنام، اول اللي نازل رايح شغله هيروح يلعب. مش هقول لك بقى اطفال جت كوره والكلام ده كله، الكلام ده ما كانش الشارع. الناس صحت من نومها، انا مخبطه على جارتي من نومي ان المطافي ما تجيش الا بعد فين وفين، لا ميه ولا نور. بقالنا من اول رمضان على الميه مقطوعه، كاننا مش بني ادمين، بندفع ضرايب وبندفع نور وبندفع ميه وكل حاجه. لا زباله زي ما حضرتك شايف الشارع بالمنظر ده، كل حاجه الناس بتلم مع بعضها بتعمل، يعني الناس تعمل ايه اكتر من كده؟